اهلا بيكم. النهارده هنتكلم عن اشهر حاجه في الانف واذن وحنجره، وهي التهابات اللوز واللحميه. معاكم دكتور عبد الرحمن يونس، استاذ مساعد الانف والاذن والحنجره، كليه الطب القصر العيني، واستشاري جراحات اورام الانف والاذن والحنجره، مستشفى سرطان الاطفال 57/357. ما زالت اللوز واللحميه هي اكتر عمليه بتتعمل في تخصص الانف والاذن والحنجره. اللوز واللحميه هما الاتنين مشتركين مع بعض ان هما موجودين كاول خط دفاعي في الجسم، هما جزء من النسيج الليمفاوي اللي مسؤول عن المناعه. طول ما هما شغالين كويس مفيش فيهم مشاكل، ممكن يلتهبوا مره مرتين في السنه، دول ما فيهمش اي مشكله، حتى لو درجه حراره وصلت ل 40 بدل ما تكرروش مفيش مشكله. امال امتى نقرر ان احنا نشيل اللوز واللحميه؟ في عدة أسباب معروفة ومتفق عليها عالميا، لو موجودة في الطفل يبقى لازم أبدأ أفكر وأقرر إن أنا هضطر أشيل اللوز أو أضطر أشيل اللحمية.